ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل حاجه كويسه. صديقي القمر الجميل دفعه 26، اهلا بيك في فيديو التفاصيل لثالثه ثانوي. ان شاء الله الفيديو ده هتعرف فيه كل حاجه من اول الكورس التاسيسي لحد المنهج هيخلص امتى، كله في الفيديو ده. طب يلا نبتدي، يلا نبتدي. في البدايه كده ميعاد الكورس التاسيسي بتاعنا هيكون يوم 10/8 اللي هو بكره، لحد 10/8 هينزل الكورس التأسيسي على اليوتيوب لكل الناس. هيكون ميعاده الساعة 3 الظهر. يعني انت الساعة 3 الظهر على الشانل اليوتيوب بتاعتنا هتفتح تلاقي الكورس التأسيسي موجود. مدته ساعتين، في أساسيات تشابتر 1 و 2. هبقى انزل لك واحد تاني ل 3 و 4 بس لما نوصل لهم، لان دول لسه بعد شهرين ونص. فانا هسيب لك ده تظبط اول 2 chapters، بعد كده نظبط 3 و 4. طيب انا اتفرجت عليه والدنيا خلصت، بس على كده؟ لا، مش بس على كده. ان شاء الله يوم 17/10. ايه ده، هنبدأ 17/10؟ لا، 17/10 اللي هو الحد اللي بعده هينزل لك امتحان على الويب سايت، 25 سؤال على الاساسيات. الامتحان ده بعد ما تخلصه، العشرة الاوائل اللي هيقفلوه هيكون ليهم تكريم على البيج وفلوس مادية. يبقى تستنى بكرة الساعة 3 الظهر على اليوتيوب فيديو كورس الأساسيات، والحد اللي بعده الساعة 2 الظهر على الويب سايت. لو مش عامل اكونت لسه هينزل لك فيديو ازاي تعمل اكونت، تخش تمتحن، ولو طلعت من العشرة الأوائل هيكون ليك تكريم على البيج ونكلمك نديلك الجايزة بتاعتك. ده بالنسبة للكورس التأسيسي وكل اللي أنا محتاجه في الكورس التأسيسي. طيب تعالى بقى لبدايتنا، هنشتغل ازاي والبداية ازاي؟ طب فين كل الكلام ده؟ احنا موجودين سنتر واونلاين. لو انت خلاص مقرر ان انا احضر سنتر او اونلاين، اتفرج على الجزء الخاص بتاعه. طب انا لسه مش عارف اختار ايه، يبقى اتفرج على الفيديو ده وان شاء الله بعد ما تخلصه تلاقي الحاجة اللي انت مستنيها. يلا نبدأ، يلا نبدأ. طب في البداية كده، سيستم الاونلاين هيبدأ امتى؟ هنبدأ يوم 30/8. ممكن تمشيها كأنها 9، يعني تبان 9، تبان 9 عشان الناس اللي عندها مشاكل مع شهر 8. احنا نبدأ يوم 30/8. حلو. الدنيا بتمشي ازاي؟ 30/8 ده يوم سبت، حصتك بتنزل كل سبت. مفيش سبت الحصة مش هتنزل فيه. انت عارف من تانية ثانوي، او لو كنت ليك صديق معانا في تالتة السنة اللي فاتت، ان الالتزام رقم واحد. اهم حاجة التزام المواعيد ده. انا بحس ان انا مش محترم لو مش ملتزم في مواعيدي. فكل سبت ان شاء الله هتنزل لك الحصة. طب هينزل ايه بقى في الحصة؟ الحصة هي عبارة عن 3 فيديوهات. يوم السبت نفسه بينزل فيديوهين. بينزل يعتبر الحصة كلها. جزء الشرح، انت عارف ان انا اسرع واحد بيشرح كل المعلومات في اقل وقت. يعني ما بمطش المعلومة، انت بتبقى فاهم وبتعرف تحل وفي اقل وقت. فعشان كده فيديو الشرح ده بيكون من ساعتين ل3 ساعات. ده اقصى حصة، من 2 ل3. تقولي ايه ده؟ طب وانت بتعملها ازاي؟ انت هتشوف وانت اوريدي عارف من تانية سنة ان الحصة بيكون كام مدتها، قصير بس فيها كل المعلومات. طيب احنا كمان عاملين ان بعد كل بارت نخلصه كشرح هيكون في عدد اسئلة بعلمك ازاي تحل. شوية بحلهم انا، شوية بتحلهم انت، كل ده في جزء الشرح، لان طبعا الحل هو الاهم. الكيمياء طول عمرها شرحها سهل، بس كحل ده الاهم وده اللي بيكون عليه استرس شوية. الكلاس شيت ده هو عبارة عن كل حصة من 100 ل 150 سؤال. تقول لي يا نهار ابيض، هو مش ده الواجب؟ ده الواجب ده بتاعك في تانية. في تالتة ده الكلاس شيت، يعني واجبك هو الكلاس شيت. تقول لي طب وانا هحل كل ده ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، انت عندك مصادر كتب كتير. لو جمعت اللغات والعربي هم تقريبا حوالي 11 كتاب، وكل سنة كتب جديدة بتنزل السوق بأفكار جديدة. فانت لازم تبص على كل الأفكار اللي في الدنيا. طب كل درس تقريبا بيتراوح ما بين 200 ل 300 سؤال. اذا الكلاس شيت، لا كله على بعض سواء الكلاس شيت او الواجب، من 200 ل 300 سؤال. طب 200 ل 300 سؤال احنا بنقسمهم عشان ما يبقاش لود عليك، فاحنا مقسمينهم دايما بالنص. يعني لو احنا الدرس ده عندنا 300 سؤال، انا احل 150 في الكلاس شيت وانت 150 في الواجب. طب دول هنشتغلهم ازاي اصلا؟ يعني ال 150 سؤال دول، هل انا هتفرج ولا انت هتحل ولا هنعمل ايه؟ ده اجله لاول مره في الكلاس شيت، هشرح لك السيستم هيمشي ازاي، واوعدك ان انت بعد ما تخلص الكلاس شيت
مش هتلاقي اي سؤال يقف معاك اصلا في الحصه دي. طيب دول اللي بينزلوا يوم السبت. حلو. طب نيجي بقى للواجب. يوم الجمعه هينزل الواجب، تقول لي الجمعه اللي قبلها اكيد ده ذكاء، ده سؤال ذكاء انا مش عايز اسمعه. الحصه بتنزل السبت، يبقى الواجب الجمعه اللي بعدها اللي هو تاني يوم الحصه الجديده. طب ليه الواجب متاخر كده؟ بسيب لك فرصه ان انت تحله لوحدك الاول. طب انا بصراحه بحب اتفرج عليه كفيديو، يعني انا احب اصحح الواجب وانا بتفرج على الفيديو. للاسف الاوبشن ده مش موجود. ليه؟ اولا انت هتتفرج هنا وتحل معايا نفس الافكار او شبهها شويه هتلاقيها في الواجب. يعني الواجب يعتبر تطبيق على الكلاس شيت. انا خلصت الكلاس شيت، عرفت كل الافكار، عرفت ازاي بحل، بمشي ايدي ازاي. لما تيجي الواجب تقريبا هي نفس الافكار باشكال مختلفه، هتبتدي ان انت تحلها بنفسك علشان تقيم نفسك. طيب ماشي، ما انا هفتح الفيديو اصحح معاك. ما هو للاسف في تسليم واجب الاول على المنصه. بتفتح المنصه تلاقي الاسئله، تختار اجاباتك، يطلع لك الدرجه. وطبعا دي هيبقى ليها فيديو لوحدها ازاي نشرحها لك، او ازاي بتسلم واجبك. انا بشرح لك كل حاجه من بره، بعد كده لسه في فيديوهات مفصله لكل حاجه بتتعمل ازاي. يبقى يوم السبت بينزل لي فيديوهين اللي هم يعتبروا الاهم، الشرح والحل. حلو. يوم الجمعة اللي بعدها بينزل الواجب، بس عشان الواجب تقدر تشوفه لازم تسلمه الأول على المنصة. أوكي. طب هل أنا هحتاج أشتري كتب؟ في الحقيقة لأ. إحنا الكتاب بتاعنا اوريدي جاهز، كتابة شابتر 1 و 2 و 3 وكل حاجة جاهزة. طبعا إحنا لسه ما طبعناش لأن ممكن كتب تنزل جديدة بأفكار جديدة فنلحق إن إحنا نحطها لك. طبعا الكتاب نفسه، محتويات الكتاب هتنزل في فيديو لوحدها برضو لان دي قصة لوحدها فمش هنقولها دلوقتي. بس هل انت محتاج تشتري اي كتاب خارجي؟ لا. ال11 كتاب اللي موجودين في السوق كلهم هنا، سواء عربي او لغات، ترجمنا الاسئلة العربي وحطيناها لك هنا. ال 300 سؤال دول هم كل اللي موجودين في الكوكب. خلصت دول خلص الكوكب. ماشي. ماشي. طب حاجة كمان بقى، الكويز. احنا كان عندنا مشكلة امتحان الكيمستري كل سنة مش في صعوبة الأسئلة، في وقتها، إن أنا مش لاحق أخلص. الفاينل 46 سؤال في 3 ساعات، أنا مش لاحق أخلص. طيب هنعالج المشكلة دي إزاي السنة دي؟ تعال أقول لك. المشكلة دي هتتعالج بالوقت، إن أنا هفضل ضغطك في الوقت طول السنة عشان تلاقيها مريحة معاك في الآخر. بمعنى كل أسبوع الكويز بتاعنا هو عبارة عن 20 سؤال في نص ساعة. تقول لي إيه ده؟ طب ما انا مش هلحق اخلص. اول مره مش هتلحق تخلص، ممكن تجيب 9 من 20، 11 من 20 اول مره. تاني مره هتلاقي ان انت اتحسنت شويه، التالتة سرعت اكتر، الرابعه سرعت اكتر. انت لسه معاك 36 اسبوع عشان تمتحن. بعد ال 36 اسبوع هتلاقي ان فعلا ال 20 سؤال بياخدوا معاك نص ساعه. فالحته دي، طريقه حل الكويز دي هي احسن طريقه ان انا اعودك تحل بسرعه. ماشي. طيب المتابعة بقى، المتابعة بتمشي ازاي؟ طبعا الجزء ده لولي الأمر أكتر. بص يا صديقي، كل جمعة بيبعت رسالة لولي الأمر بالدرجة. احنا مثبتين يوم الجمعة. طيب لو يوم الجمعة الرسالة ما وصلتليش، يبقى ابن حضرتك مش حاطط رقمك. طب نعالج المشكلة دي ازاي؟ هتبعت لنا سواء على بيج الفيسبوك أو الرقم اللي هنوريه لك، تبعت لنا اسم الولد ورقم الولد، رقم موبايله عادي، ورقم حضرتك نعدلها لك عشان بعد كده نبعت لك الدرجات ونبعت لك كمان اللي فات. اوكي. طيب هنتصل بحضرتك امتى؟ بس في حالة ان هو اتعمل له بلوك من على المنصة. طب هو بيتعمل له بلوك من على المنصة امتى؟ لو رقم حصتين. بمعنى الحصة الأولى نزلت ما شافهاش، التانية نزلت ما شافهاش، التالتة نزلت اتعمل له بلوك، لأن هو كده متأخر حصتين. ساعتها هنتصل بحضرتك نقول لك ان الولد كذا 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 وهو معمول له بلوك عشان متاخر. طيب الموضوع ده مسموح بيه كام مره؟ 3 مرات. يعني مسموح ان هو يتبلك على مدار السنه، بنعتبر طبعا ان في سبيشال كيسز حصلت او اي ظروف طارئه، 3 مرات على مدار السنه. حلو حلو. طيب لو انا عندي سؤال علمي اعمل ايه؟
هيكون في خانة على المنصة لسه هنعلمك برضه في فيديو لوحدها، يعني أنا هاعمل لك فيديو كل حاجة في المنصة بس اتقل شوية. هيكون التيم العلمي شغال من 11 الصبح ل 11 بالليل، يعني أنت معاك 12 ساعة تسأل فيهم براحتك، وأكتر سؤال هيتأخر تقريبا ربع ساعة تلت ساعة على حسب الضغط في الشيفت ده. بس ما تقلقش، من 11 ل 11 كله هيترد عليك. طب لو بقت حاجة الفجر، يعني هو يفضل لأ، بس لو بقت حاجة الفجر هتترد عليك برضو خلال الوقت ده. ماشي. طب لو أنا عندي استفسار بس مش سؤال علمي، يعني أعمل إيه؟ لينا رقم على الواتساب تقدر إن أنت تبعت له، أو من بيج الفيسبوك دي أو دي، ابعت في أي حتة عادي، الاتنين زي بعض. طيب السؤال بقى الأهم واللي أنت مستنيه، هي الحصة بتتقفل بعد قد إيه؟ الإجابة ما بتتقفلش أصلا. إيه ده ليه؟ إحنا ما بنقفلش الحصة لكذا سبب. أولاً إحنا عارفين إن في ساعات النور بيقطع، ساعات النت بيفصل، ساعات أي مشاكل خارجة عن إرادتك، فعشان ما نعطلكش أنت فالحصة بتفضل معاك مفتوحة. طيب تاني حاجة، وارد إن أنت مثلاً قبل امتحان الشهر أو قبل الكويز في حتة أنا نسيتها، ده طبيعي جداً. ترجع تتفرج عليها عادي، مش لسه هكلم الدعم افتحوا لي الحصة و لا، إحنا سايبين لك الحصة طول السنة مفتوحة براحتك. يبقى طالما اشتريت الحصة، الحصة موجودة معاك. طب هو أنا مش كده ممكن أراكم؟ لأ، ده إحنا بييجي لنا أنت اتفرّجت لحد قد إيه. طب لو أنت برضه اتأخّرت حصتين، ألو، ماما، الولد بيشتغلنا كُلّنا، فمن فضلك نبدأ السَنة كده كُلّها التزام وحماس وتطلع معانا حلو. ده كده كل الأفكار باغطّيها لك اللي أنت ممكن تسأل عليها في سيستم الأونلاين بتاعنا. هينزل فيديو لشرح الكُتب ده بالتفصيل كمان يومين 3 لمّا خلاص نتأكد إن ما فيش كُتب تانية نازلة. هينزل فيديو إزاي تخُش على المنصة وإزاي تمتحن وإزاي تعمل كل حاجة، بس أول ما المنصة تجهز عشان لسه فيها شوية تعديلات، وبس كده، ده كل سيستم الأونلاين بتاعنا. طيب نيجي بقى للسنتر، طبعًا اتحرق لك إن هو برضه الواجب بيتسلّم على المنصة بس هنمشيها واحدة، واحدة. طب تعالَ نبتدي. بالنسبة للسنتر فإحنا برضه هنبتدي يوم 30/8 اللي هو برضه السبت، سبحان الله. ماشي. السنتر بقى، الشرح بيكون في السنتر وده مدته من ساعتين ل3، يعني إحنا حصتنا في السنتر بتكون ما بين 2 ل3 يعني 2 وشوية لحد 3، ده بيكون الشرح. طب بيكون ليك فيديو class sheet، الclass sheet ده بيكون حل من 100 ل150 سؤال برضه أسبوعيًا. طبعًا باستثناء الحصة الأولى، الحصة الأولى هي أصغر واحدة حوالي 110، أول حصة بس اللي صغيرة، باقي الحصص بقى عِد بقى مش هاقول لك، هاسيبك أنت تتفاجئ. فالclass sheet بيكون من 100 ل150 سؤال وده بيكون أونلاين. طيب واحدة واحدة هنا بقى، أنت لمّا بتيجي أصلًا الcenter الحصة بتتفتح لك تاني أونلاين، يعني أنا جيت حضرتها معاكم center هتروّح تلاقيها مفتوحة لك أونلاين والclass sheet برضه مفتوح لك، بينزل برضه يوم السبت علشان الناس اللي بتحب تخلّص الحصة في يومها. خلّصت الشرح، روّحت، اتفرّجت على الclass sheet، أسبوعي خلص في الchemistry، أنت كده زي الفل. فدول بينزلوا يوم السبت. أنت حصتك عادي يوم السبت أو الحد أو الاتنين على حسب أنت إيه في الأسبوع، يوم ما تروّح هتلاقي الحصة مفتوحة لك والclass sheet كمان موجود معاك تقدر إن أنت تتفرّج عليه، وهاعلّمك إزاي تطلع منه بأكبر استفادة لمّا نوصل. طيب بالنسبة للواجب، الواجب بينزل يوم الجمعة. كل جمعة الواجب بينزل، مش هينزل قبلها، ولا هينزل خميس ولا أربع ما تحلمش، عشان ما يجيليش السؤال ده. الواجب بينزل يوم الجمعة، وعشان تشوف أصلًا فيديو الواجب لازم الأول بتسلّمه على المنصة. ماشي. طب أنا سلّمت الواجب والكلام اللي أنا عارفه ونفس السيستم يعتبر بتاع تانية اللي أنت كنت متعوّد عليه. نيجي بقى لحتة الكويز. الكويز أونلاين مش في السنتر. إيه ده ليه بقى؟ أقول لك أنا ليه بقى. أشهر حِجّة بتيجي، أنا جاي متأخّر، المواصلات واقفة، ما لحقتش أمتحن، راحت عليّا. طب دي علاجها إيه؟ دي علاجها إن الكويز هيكون أونلاين. ليه برضه؟ لإن بصراحة إن أنت تقعد قدّامي تقريبًا كويز نُص ساعة و3 ساعات ونُص مركّز، أنت دماغك باظت. فأنت مجهودك أصلًا كلّه هيضيع في الكويز، يعني أنت هنا أنت خلاص مجهودك خلص، أنا عايز أروّح.
بعد ال 20 سؤال أنا مش قادر أفكر، روحوني بقى. فأنت لسه هتبدأ الحصة فأنت مش هتفهم حاجة. فالكويز بيكون أونلاين. طب وأنتوا مش عرفكم إن أنا امتحنت؟ حضرتك بعد ما بتمتحن بتاخد سكرين شوت، وانت داخل القاعة بتورينا السكرين شوت دي. بيكون طبعا باين فيها اسمك ورقم الكويز والدرجة بتاعتك. لو درجتك قذرة مشيها قذرة، طبعا حضرتك مش هتخش، وكده كده هنكون كلمناك نقول لك امتحنوا تاني. لو ما امتحنتوش خلاص جاي ليه؟ لف روح احضرها اونلاين وتجيلنا الاسبوع الجاي ملتزم. فالكويز هيكون اونلاين، مدته نص ساعة، 20 سؤال. انا طبعا بضغطك في الوقت عشان لما توصل ان شاء الله للفاينل يكون معاك براح في الوقت. الامتحان في الفاينل 3 ساعات 46 سؤال. يعني انت ان شاء الله لو استمريت على الفكرة دي طول السنة تخلص الامتحان في ساعة ونص وما عندكش مشكلة. اوكي. طيب المتابعة، الدرجة بتتبعت لولي الامر كل جمعة. طبعا هتكتب برقم ولي امرك صح عشان الدرجة توصل له صح، عشان لو ما وصلتلوش هيكلمنا ونعدلها. فبلاش جو توم جيري ده، احنا كده كده هنوصل له الدرجة. فانت اكتبها من الاول صح بقى وننجز. طيب لو انا عندي سؤال علمي بيكون على المنصة فيه خانة للأسئلة العلمية، هتكون شغالة من 11 الصبح ل 11 بالليل. خلال الوقت ده تقدر تبعت السؤال اللي انت عايزه وهيردوا عليك في أقصاها ربع ساعة نص ساعة على حسب الضغط اللي موجود. ولو عندي سؤال عامة ممكن تبعت لنا واتساب. طبعا ده مش أسئلة علمية، ده سؤال هو في حصة النهاردة، طب أنا ما جيتش المرة اللي فاتت أعمل إيه الكلام ده. ده هيكون واتساب أو ممكن تبعت لنا على بيج الفيسبوك عادي. طب هل أنا هحتاج أشتري كتاب خارجي؟ لا، إحنا مجمعين لك كل الكتب اللي في السوق هنا. هيبقى فيه فيديو مفصل للكتاب وده جاي كمان كام يوم. أوكي. الخطة الزمنية عشان تعرف إن إحنا طول عمرنا ناس منظمة، من أول يوم لآخر يوم مواعيد الحصص. هنخلص إن شاء الله أول ناس في الدنيا هتخلص يوم 23/5. 23/5 ده أنت خلصت المراجعات النهائية. يعني أنت خلاص، بص أنت المنهج أصلا هيخلص إمتى؟ 11/4. 11/4 ده المنهج خلص. طب المراجعات 6 حصص هيخلصوا إمتى؟ 23/5. 23/5 ده اللي هو أصلا قبل الامتحانات بشهر. يعني امتحاناتك بتبدأ 20/6، انت معاك شهر. الشهر ده هتلم طبعا لو في حاجة واقعة منك، بس اوعدك مفيش حاجة هتقع. فمن اول يوم لاخر يوم بمواعيد الامتحانات، طبعا عاملها لك بلون مختلف عشان يبقى الامتحان مميز. والاجازة بتاعت نص السنة مديها لك اسبوعين كمان، يلا يا عم. كأنك عادي في اولى او تانية سنة واخد اجازة اسبوعين من 17/1 ل 30/1، يعني الدنيا معاك 100 100. واخر حاجه مواعيدنا بقى في السنترز للناس اللي هتحضر سنتر، دي المواعيد بتاعتنا كلها. الجدول ده او المواعيد، سواء الجدول ده او المواعيد هحطهم لك في الكومنتس عشان لو انت عايز تحتفظ بيه. كل السناتر والمواعيد بتاعتنا تقدر ان انت تطلع عليها. طبعا مش هقدر اقراها لك، يعني انت بتعرف تقرا، يعني شوف انت محتاج انهي ميعاد وتقدر ان انت تحضر فيه. ربنا معاكم، ومستنيكم بكره في الكورس التأسيسي اللي هينزل على اليوتيوب، مش في السناتر، كله على اليوتيوب. ولازم تخش على تشانل الواتساب بتاعتنا عشان التفاصيل اللي بنكتبها فيها. وبس كده، ربنا معاكم. لو حد عنده أي سؤال يقدر يسأل.